صباح الخير. اليوم حسوي فطور عربي. فأبغى أوريكم واحد من الأشياء اللي حسويها. إذا قدرت أوريكم الباقي حوريكم. حسوي فول على الطريقة الشامية. مختلف عن الفول اللي تعودنا عليه هنا إنه يجي مهروس. هذا لا، تلاقوه بالحبات. الفول يا تنقعوا قبلها ب24 ساعة في موية وبعدين حيصير طري، أو إنكم تستخدموا المعلب، طبعا الفريش أحسن. بعدين عندي بقدونس، توم، كمون وفليفلة. ما أعرف إذا تعرفوا الفليفلة ولا لا، هي كأنها شيء شبه البابريكا. ما هي حارة، طعمها كأنه فيه تدخينة خفيفة. ما هي أساسية، هذه تلاقوها في محلات المنتجات السورية. إذا ما استخدمتوها عادي، هذه إضافة شخصية من عندي. هنا عندي طماطم، ملح وزيت زيتون وليمون. زيت زيتون كمية كويسة في المقلاية، ملعقتين كبيرة تقريبا. وحنحط معاها الثوم. الحرارة هنا مرة واطية، بس أبغى الزيت ياخد نكهة الثوم. أنا ما أحب الثوم لما يتحرق، فانتبهوا حيطلع طعمه مرة قوي لو اتحرق. التفاصيل الصغيرة هذه مرة مهمة، يعني حرام تسوي طبخة كاملة وبس عشان درجة حرارة النار تخرب الطبخة أو يتغير طعمها. عشان كده أهم شيء في الطبخ التفاصيل هذه اللي مرة صغيرة. طيب دحين نحط عصير الليمون. أنا أحب الفول يكون مرة حامض، فحطيت كمية كويسة. طبعا هذا الشيء أنتوا تقدروا تتحكموا فيه. هتبله بشوية ملح. هأضيف الفول بالموية اللي موجودة فيه، في شوية موية. حط الفليفلة والكمون، وحقلب مرة بشويش عشان ما أبغى الفول يتكسر. طبعا تقدر تشتغلوا في طنجرة غويطة يعني غميقة، بس أنا أحب دايما أشتغل في هذه الأشياء في مقلاية يعني تكون واطية. أحس بهذه الطريقة الأكل ينطبخ بالتساوي، وشايفين يعني تحسوا كله متغطي بنفس المستوى، ما في شيء متغطي أكتر من التاني. سيزنينج الأكل أو تتبيل الأكل في كل مرحلة من المراحل جدا مهم. فأنا حرجع مرة تانية أحط ملح على الفول. إيش الفكرة؟ أنا لما حطيته أول مع الليمون والثوم أنا عززت النكهة حقت الليمون والثوم مع زيت الزيتون. دحين حأرجع أعزز نكهة الفول نفسه. أرجع أقول هذه التفاصيل الصغيرة جدا 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 مهمة، فحاولوا تنتبهوا عليها. أنا رفعت النار شوية لمتوسط، وحخليه 5 دقايق بالكتير يعني، وبعدين حيصير جاهز للتقديم. خلاص كده صار جاهز. إذا ما تحبوا يكون فيه موية مرة كتير، ممكن الموية اللي في الفول تصفوها، ما تحطوها معاه. هذا الفول جاهز. وقت التقديم طبعا حنزينه بالطماطم والبقدونس طبعا، ورشة صغيرة زيت زيتون.